بسم الله الرحمن الرحيم. بنصر ونتشرف باستضافة كابتن كريم هنداوي نجم نادي الزمالك في كرة اليد. اهلا بك يا كريم. اهلا وسهلا بيك واهلا بقايا الناس كلها والشعب المصري كله. كريم، رايك كيف اللي بيحصل في البلد، الظروف اللي قاعدين بنمر بيها الناس اللي قاعده بتموت كل يوم اللحظه دي؟ هو حداد يعني على الناس كلها طبعا اللي ماتت توفت، بقايا ليهم ولاهلهم ولاسرهم وربنا يثبتهم. وده يعني الواحد مش بيبص بقى اللي هو موضوع بقى ولا اهلي ولا زمالك ولا الكلام ده، الموضوع اكبر من كده بكتير. موضوع مصلحه الدوله، موضوع شعب يعني واحد من نفس بلدك ونفس جنسيتك ونفس دمك وروحك كل حاجه عايش معاك، فجاه 74 واحد ماتوا. موضوع كبير قوي، مش موضوع هين. لازم الناس كلها تبقى مع بعض، لازم الناس كلها تقف مع بعض، لان الموضوع ما ينفعش يعدي مرور كده وخلاص. الموضوع كبير جدا ولازم الناس فعلا الحقوق المطالب اللي احنا عايزينها هي تتحقق. دي مؤامره كبيره ما بين كل الناس اللي قبل كده واللي عايزين يركبوا فوق السلطه واللي عايزين يركبوا فوق الثوره. فان شاء الله احنا مش هننام غير لما الناس دي دمها يعني ما يروحش هدر كده. كريم، انت شايف مين سبب الاحداث دي؟ سبب الاحداث دي طبعا موضوع اليافطه والكلام اللي هو اللهب اللي بيتقال ده طبعا مش هو ده السبب. الموضوع ما ينفعش يبقى فريق كسبان وينزل كده كسبان 3-1 وينزل الجمهور بتاعه. الموضوع في إلنا يعني لو كان مثلا المصري خسر كان ماشي هنقول ماشي الجمهور معترض، بس الموضوع الحمد لله المصري كسب عشان خاطر نعرف الحقيقه فين، عشان نعرف يعني مين دول، ايه السبب في دول. انا شايف ان دي يعني ازاي الامن كله يبقى واقف قاعد على الكراسي محدش قام، ان ازاي الامن بيكون بيصور الناس زي ما الصحفيين بيصوروا، ازاي الامن ما يكونش موجود في حاجه زي دي. لو عايز يامن حاجه بيامنها. ليه في ماتش زي ده وفي وقت زي ده الناس بتحكي ان هم وصلوا المسيره بتاعت النادي الاهلي وجمهور الاهلي بسلام، بعد كده جم هناك بقى حطوهم في النار وسابوهم، ولا في امن في الملعب ولا في امن بره الملعب، وقفل الباب عليهم. طبعا ده يعني موضوع ما ينفعش يمر كده. لازم الناس كلها تبقى يعني لازم التحقيقات والكلام ده، لازم الناس دي تاخد حقها، حتى لو ما اتاخدش حقها احنا بقى ناخد حقنا بقى. طب نقدر نحاسب مين؟ نحاسب مين؟ نحاسب كل اللي اول حاجه لازم من اول بسم الله الرحمن الرحيم كده وزاره الداخليه تتشال. ما تقولش بقى ولا مدير الامن بورسعيد هو اللي يستقيل ولا الكلام ده، ما ينفعش. لا، ده اقل حاجه وزاره الداخليه كلها تشيل، لان هو مسؤول عن الكلام ده، هو مسؤول عن التامين، هو مسؤول عن اكيد الناس دي عندها خلفيه. وفي ماتش زي ده يعني الناس كلها بقى لها اسبوع عماله تقول ان في مشكله هتحصل ومصيبه هتحصل وفي اي بلد اسود هيحصل لو الناس ما امنتش المرحله دي. الماتش ده بالذات مفيش حد مش عارف. اكيد كان في ناس عارفه، والناس اللي كانت عارفه عماله تقول لك احنا كنا عارفين بعد ما حصل المصيبه. طب ما انت كنت فين قبل المصيبه؟ انت كنت فين؟ ما تقول من اول اللي فيه مصيبه والغي الماتش وفي داهيه 60,000 ماتش، في داهيه الرياضه. بس الناس ارواح الناس دي هي دي اللي حرقانه، هي دي اللي وجع الناس دي كلها. شايف تجميد النشاط الرياضي ده اصلا قرار؟ هو المفروض اساسا من اول المشاكل اللي حصلت في اول ماتشات وماتش الافريقي بتاع الزمالك، الموضوع ده لا اما كنت تعرف تامن صح، لا اما تعلي يعني ابسط حاجه يعني كان ممكن يقدر يمنع الجمهور في الاول، تمنع الجمهور لفتره معينه لحد ما الجمهور عايز تعلي الاسوار، علي الاسوار، تخلي الناس ما ينفعش تنط ولا تروح في اي 60 في الملعب. انت عايز تخلي الناس ما تبقاش تخش الملعب زي ماتش غزل المحله كده، الناس فصلت الملعب وخلصت. ازاي انت عايز تامن، وانت عايز تامن بس الرئيس وعايز تامن مش عارف مين مخلوع وعايز تامن. طب ما تامن الناس اللي هي اساسا بتاعت البلد اللي هي بقيالك. يعني ايه تطلع عايز تخلي الدوري يكمل والكلام ده؟ دوري يكمل ايه؟ دوري ايه اللي بتتكلموا فيه؟ الموضوع ده مصلحه الدوله، ولا مش موضوع بقى ولا دوري ولا كاس ولا الناس عايزه. كل الصحفيين عايزين، كل اللي في المذيعين عايزين الموضوع يكمل عشان خاطر الفلوس اللي ياخدوها. يقول لك كل واحد يمسك نفسه ايه؟ الناس بتموت واحنا قاعدين ولا حاسين بحد. لو حد من اهلك ولا حد من اخوك ولا اي حد، اعتبره حد من اهلك، اعتبره حد من اخواتك، ولا اعتبره واحد صاحبك. اقول لك ايه يعني؟ انت لو واحد صاحبك اتعور ولا حاجه انت بتبقى من جواك بتموت. انت عايز تشوف كل الحاجات دي وتسكت؟ لا، مش هنسكت المره دي بقى، مش فيش حد هيسكت المره دي. حق الناس دي لازم يجي غصب عنهم برضاهم، حق الناس ده هيجي يعني هيجي. ويعني فعلا يعني هو هم الموضوع كان على جثثهم، فما اعتقدش الموضوع احنا كمان مش هيبقى على جثثنا. كريم، توجه ايه لأسر الشهداء في احداث الموتى اللي حصل، المذبحه اللي حصلت امبارح؟ مذبحه يعني مش احداث.
ربنا مش هقول لهم ايه. بتقول ايه للشعب بورسعيد انا هقول بس واللي بيحصل في بورسعيد كل مره؟ انا بس يعني المصيبه اللي شعب بورسعيد عملها، اللي هو من اول انت خلاص انا عارف اللي مثلا جزء من كبير من الشعب مش هو ده اللي عمل المشكله دي، بس ده جري ورا الناس. في ناس مندسه هي اللي مشت الناس. هي الناس المندسه دي بقى المفروض كان الناس في شعب بورسعيد اللي هو الاصيل اللي احنا عارفين المصريين هم اللي يقفوا للناس دي، مش هو اللي يمشي معاهم. المفروض كان يقف معاهم من الاول، وكان يخلي الناس اللي هي راحت تخرب وراحت تقتل وراحت هي المفروض يتصدوا لهم، مش يمشوا معاهم ويمشوا على هواهم واي حاجه. خلاص احنا هو ده عيبنا بقى، مش عارفين اي حاجه، الناس كلها بتسخنا فبنسخن، وده مش صح. لازم نعرف كل واحد ربنا مديله عقل، حتى لو هو مش متعلم ولا جاهل، كل واحد ربنا مديله عقل عارف هو هيروح فين، يمين ولا شمال، مش اي حاجه رايحين وراهم. واهالي الشغل ده الواحد يعني اقول لهم ايه؟ يعني مهما اقول لهم ومهما يعني اقول لهم ابنك راح ولا ابنك ما راحش، طب ما ده ابنه هي مهما تقول له ما ينفعش، ما فيش حاجه هتغنيه عن ابنه ولا اي حد من اهله يعني. فهقول له ايه؟ ولا كلمه مني ولا كلمه. الحق لازم يرجع، حتى لما حقهم يرجع برضه نارهم عمرهم ما هتطفي، لان ده حق يعني دمهم. واحد ست ربت ابنها ولا اسره كلها ربت ابنها، لما يجي يروح في غضبة عين في ماتش كوره يا جماعه بنموت بعض ليه يعني؟ ما نلغي الكوره ونلغي الرياضه كلها ونقعد في بيوتنا بقى. كلنا لازم نعرف احنا رايحين فين، ما هو لازم نعرف ان الموضوع ده مش موضوع كده، دي مؤامره يا جماعه. هيقول لك شعب بورسعيد، ما شعب بورسعيد مسؤول بنسبه 100%، بس مش هو مش كل حاجه هو شعب بورسعيد. انا معاك اللي هم كانوا المفروض يقفوا، كانوا المفروض يعملوا كده، بس مش هم اللي بدأوا الموضوع. في ناس جوه الناس دي بدأ. وزارة الداخلية 100% مسؤولة عن الكلام ده، مسؤولة. تقول ايه لاهالي الشاطئ؟ ربنا يثبتكم، مش هينفع اقول لكم اكتر من كده، وبقاء لله، ودول ان شاء الله عند ربنا يعني في الجنة، في جنة الخلد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا.